الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد. بعض الناقدين انتقدوا كلامي عن كلمة الخونة، والخونة جمع ومفردها خائن، ومنهم من قال أنت تقصد جماعة الإخوان المسلمين. وأقول بكل صراحة، أنا كنت إخوانيا وتركت الإخوان في التسعينات، قبل ما يعرف بالثورات وما إلى ذلك من أمور. تركتهم لأمور كثيرة، لأني اكتشفت فيهم سلبيات في منتهى الخطورة. جماعة الإخوان جماعة تكفيرية في الأساس، ولا يؤمن جانبها، وأقول هذا وأنا أقترب من لقاء الله رب العالمين، وأنا سأسأل. وبعدين أنا كان لي صولات مع الإخوان قديما أيام مبارك، كان لي معهم حروب، وكانت هذه الحروب لأنني كنت مكتشفا لحقيقتهم. جماعة الإخوان من طبعها الخداع والمكر، مكرت قبل ذلك بالسادات، وكفرت السادات وقتلت السادات. في عهد مبارك فتح لهم كل الطرق، تغلغلوا في مفاصل الدولة بكاملها، من نقابات مهنية وعمالية ومجالس إدارات شركات وهيئات ومؤسسات وبنوك وبترول، حاجات رهيبة جدا. وصلوا إن هم بقى ليهم عدد 88 نائب في مجلس الشعب، ولهم أعضاء نواب في مجلس الشورى في عهد الرئيس مبارك. طبعا سيطروا على المحليات وسيطروا على البلد بالكامل. زوايا ومساجد كثيرة كانت تعمل من مساجد الإخوان، ومنصات ومحاضرات وندوات واجتماعات وفضائيات كثيرة جدا. وفي الآخر أطاحوا بمبارك. طبعا احنا أنا لا أدافع عن مبارك، إنما أنا أقول كل إنسان له سلبيات وله إيجابيات، ولكن أنا أقول لك إن دول ناس لا يؤمن جانبهم بحال من الأحوال. ولذلك أنا همست مرة في أذن أحد قادتهم بعد سقوط مرسي، قلت له إيه رأيك في حسني مبارك؟ قال حسني مبارك ولي من أولياء الله الصالحين. ليه؟ لأنهم عصرهم الذهبي في عهد مبارك. فضلوا لغاية ما طلعوا بقى وهتفوا وقالوا الحزب الوطني واطي والحاجات دي كلها، لما الشوارع ولعت والأقسام ولعت والمحليات ولعت ومباني المحافظات ولعت والأحياء ولعت، هكذا نعم. طبعا الإخوان والله أنا لا أتجنى عليه، ولكن أنا أقول مجرد سؤال، هو الشائعات اللي هي بيتناقلوها بالأكاذيب دي حلال؟ دي لها أصل في الشريعة؟ دي من المباحات. الدفع بالشباب اللي هو مستقبل الأمة للإحراق
ولسفك الدماء، هل هذا من المباحات؟ هل ضرب أمن واستقرار الأوطان العربية والإسلامية هل هذا من المباحات؟ هل نشر الكراهية هل هذا من المباحات؟ هل التحريض على قتل الضباط والجنود والقضاة هل هذا من المباحات؟ كانوا قديما يكرهون وكانوا يحرضون على الداخلية، وبعد كده بقى التحريض أصبح بالمقام الأول على الجيش، على ضباطه وجنوده. والجيش عندنا ده مننا فينا، ابني وابنك واخويا واخوك وصديقي وابن جاري وهكذا. يعني احنا يعني التشابك عندنا نحن شدنا كأغصان الشجرة المتشابكة، احنا كده أصول وفروع، هو ده. وبعدين يعني يصل بهم الأمر إن هم يكونوا مخزون كذب وقاحة وقلة أدب حتى في النقد، وكل واحد هيغلط، مفيش رئيس ما بيغلطش، مفيش حاكم مش هيغلط. الرسول قال كل بني آدم خطاء، مفيش حكومة مش هتغلط، مفيش واحد فينا مش هيغلط، كلنا بنغلط. بس هي الشريعة قالت لك تعمد إن أنت تضرب وطنك وتقل أدبك وتشوه صورة أمتك. الشريعة قالت لك كده عشان إيه؟ جاوبوني، وبعد كده هنلتقيكم تاني بعد كده. يعني إن شاء الله نلتقيكم تاني بعد كده، وهنفند بقى حاجات كتير جدا، فضايح هننشرها إن شاء الله.